ومدرسة العزيمة التي تهذب النفس. العنصر الثاني: رمضان شهر الجهاد وتزكية النفس. العنصر الثالث: رمضان شهر الكرم والعطايا. نبدأ بالعنصر الأول: رمضان شهر الإرادة الصادقة ومدرسة العزيمة التي تهذب النفس وتروضها على الصبر الجميل. فيه يتعلم الإنسان كيف يقود شهوته ولا تقوده، وكيف يملك زمام رغباته فلا تستعبده. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يجدون مؤنة الزواج إلى الصوم، وجعل لهم وجاء يحفظ عليهم عفافهم. ولهذا كان السلف الصالح يفرحون بقدوم رمضان فرحا شديدا، وكانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم إياه، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم، لأنهم يعلمون أنه مفتاح التغيير الحقيقي لا التغيير المؤقت، وأنه شهر الإرادة الصادقة لا مجرد عادة سنوية. عباد الله، رمضان ليس انتقالا في مواعيد الطعام، بل انتقال في موازين الحياة، ليس تبديلا في ساعات النوم، بل تبديل في مسار القلب. وهو شهر الإرادة لأن الصائم ينتصر على نفسه كل يوم، وشهر التغيير لأنه يبدأ بإصلاح الداخل قبل الخارج. فمن لم يستثمر فضل رمضان ولم يغتنم أبواب مغفرته ولم يجعله نقطة تحول في حياته، فمتى يتغير؟ متى يتغير؟ أحبة الكرام، كيف نحول رمضان من معلومات نسمعها إلى مشروع إرادة عملي وتغيير شامل في حياتنا؟ وقد مدح الله أهل العزم فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والعزم هو عقد النية على العمل والثبات على ذلك، كما جاء في التحرير والتنوير للإمام الطاهر بن عاشور. وعلينا أيضا أحبة الكرام أن نسأل أنفسنا سؤالا: هل سيمر علينا رمضان كما مر في أعوام مضت، أم يكون هذا العام رمضان التحول، رمضان البداية الجديدة، رمضان الإرادة الصادقة؟ إن رمضان ليس موسما عبادة عابرة، بل عبادة طوال العام. فيا أيها الإخوة الكرام، إن رمضان فرصة لا تتكرم، وموسم لا يعوض، فيه تقوى الإرادة وتزكو النفوس وتعلو الهمم. فلنجعل من هذا الشهر الكريم انطلاقة جديدة نتحلى فيها بالصبر والإرادة، ونتسابق فيها في ميادين الكرم والعطاء. ولنتذكر دائما أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الجنة هي جزاء من نهى النفس عن الهوى، كما يقول شاعرنا: شهر العزيمة والتصبر والإباء، وصفاء روح واحتمال صعاب، كم من صيام ما جنى أصحابه غير الظمأ والجوع والأتعاب. أحبة الكرام، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، نصل بكم إلى العنصر الثاني: رمضان شهر الجهاد وتزكية النفس. أحبة الكرام، رمضان هو المدرسة الربانية التي تروض النفس على الصبر وتجعل الإنسان يملك زمام رغباته، ففيه يتعلم الشباب كيف يحافظ على عفته، وفيه يتدرب المؤمن على مجاهدة الهوى. ويرشدنا القرآن الكريم إلى الانتباه إلى صناعة الإرادات، فالطعام بين يديك والشراب بين يديك والزوجة حلال لك، ومع هذا لا يجوز الاقتراب إلا ليلة. يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وشد الرسول صلى الله عليه وسلم على إرادة الشباب بالصوم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويذكرنا القرآن بحال النفس التي نجاهدها، فيقول تعالى على لسان نبيه يوسف عليه السلام:
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالصيام يعين على تزكية هذه النفس. المسلم يدع طعامه وشرابه من أجل الله، تتجلى الإرادة في أعلى صورها حينما يكف الصائم يده عن الملذات من طعام وشراب وشهوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، يدع طعامه وشرابه من أجلي في رواية أخرى. وإلى هذا المعنى يشير القرآن فيقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وعلى المسلم أن يراعي صيام الجوارح، صيام العين، غض البصر عن الحرام وتقليل النظر إلى ما يلهي عن ذكر الله، صيام الأذن، تجنب سماع الغيبة واللغو واستبدالها بقرآن وعلم نافع، صيام اللسان، حفظه من الكذب والجدال والشكوى وإشغاله بالذكر والدعاء، صيام اليد، كفها عن الأذى وتوجيهها إلى الخير والعطاء، صيام القدم، تجنب السعي إلى مواطن المعصية والحرص على المشي إلى الطاعة، وكذلك مراجعة يومية للجوارح، محاسبة مختصرة قبل النوم، هل صامت جوارحي حقا أم لا؟ أحبة الكرام، الإرادة سلوك عملي تظهر في إرادة الترك وإرادة التغيير وإرادة ضبط الانفعالات، وفي نهاية المطاف اتباع الأمر لله تعالى ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي لا تقدموا قولا ولا فعلا إلا بين يدي الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مدح الله أهل العزم فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والعزم عقد النية كما قلنا عن العمل. وكذلك جعل الصوم نصف الصبر. عن رجل من بني سليم قال: عقد النبي صلى الله عليه وسلم في يده فقال: والصوم نصف الصبر. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في الصوم والصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الخطبة الثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا ونور أبصارنا محمد رسول الله. أحبة الكرام، نصل مع حضراتكم العنصر الثالث: رمضان شهر الكرم وتزكية النفس بالعطاء. يقول شاعرنا: وصدق المال وابذل بعض أعطية لن ينقص المال لو أنفقت إحسانا. تميرة في سبيل الله تنفقها أروت فؤادا من الرمضاء ظمآنا. أحبة الكرام، أحباب النبي، يقول الإمام ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود الناس أو أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي: والمعنى في تخصيص رمضان بزيادة الجود تفريغ الصائمين للعبادة بدفع حاجاتهم. ويقول الإمام ابن الجوزي: وإنما كثر جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان لأنه في أشياء كان يفعلها، أنه يعلم أنه شهر فاضل وثواب الصدقة يتضاعف فيه، وأنه شهر الصوم فيعطاء الناس إعانة لهم على الفطر والسحور، وأنه إنعام الحق يكثر فيه، فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوافق ربه في الكرم. ولعلنا نلحظ
ولعلنا نلحظ شيئا مهما في رمضان، لا يطلب منا أن نصبر على الطعام والشراب فقط، بل يطلب منا أن نقدم الطعام والشراب وأن نفطر الصائمين. فقد جاء في سنن الإمام الترمذي: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. اللهم اجعل صيامنا صيام الصابرين، وقيامنا قيام الشاكرين، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم أعيد علينا باليمن والإسعاد والبركات يا رب العالمين، وتقبل منا سائر أعمالنا، إنك على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.